اهلا بيكم حبايبي. النهارده معايا في مطبخ شوشو هعمل معاكم فراخ بطريقه جميله قوي هتعجبكم. جربوها معايا. تمام. انا معايا وراك مغسوله كويس جدا ومتصفيه. هجيب سكينه هقطعها بالسكينه كده يعني هنعمل فيها زي فتحات عشان تتشرب من التتبيله كويس اللي هنعملها مع بعض. عايزه سكينه حاميه بس عشان تقطعها معايا كويس. تمام. هنا بعد ما قطعتها كلها بالكم. معايا بقى هنا هنضرب في الكبة طماطم وفلفل وبصل. طماطميتين، فلفلتين، 3 بصلات. انا عشان عملت حوالي 5 وراك. تمام. بس انا ما سويتهمش كلهم، انا هعمل معاكم التتبيله ديت يعني ال5 وراك. خلاص. انا معايا ورق لورا، معلقه هريسه، بابريكا، 7 بهارات، ملح وفلفل اسود وحبهان. هكتب لكم المكونات تحت في صندوق الوصف. تمام. هضربها هنا في الكبة كل المكونات دي، ومعاها هنحط بتاع حوالي معلقتين كبار خل. الخل بيطريها. هنا حوالي معلقتين خل. هنضربها كويس في الكبة ونرجع تاني نتبل بيها الفراخ. همسك بقى الورك كويس، يعني اتبله كويس قوي. لازم التتبيلة دي ادخلها جوه الفراخ كويس قوي عشان تتشرب منها. لازم اتاكد ان كل حته في الفرخه تتبلت كويس قوي. هعمل معاكم ورك كمان. ان شاء الله في فيديو تاني هوريكم طريقه تنظيف الفراخ بطريقه سهله برضو تطلع من الزفره خالص. انا كده تبلت الوراك كلها عندي وهسيبها في التلاجة يوم كامل. ده الافضل يعني. هنا بعد ما اتبلت معايا يوم كامل هنيجي بقى نحطها مع بعض في القلاية. هبدأ ارصها قد ما تاخد القلاية. انا بحاول ان انا يعني ازقها، يعني اضيق المكان خالص عشان تاخد كتير. تمام. قد ما تاخد هنحطه ونشغل عليها. انا هنا اخدت معايا وركين كبار وورك صغير. هكتفي بتسوية دولت وهوريهولكم. تمام. هشغل عليها في الاول تلت ساعة على درجة حرارة 200. انا اللي عندي قلاية بلاك اند ديكر. تمام. هنا بعد ما قعدت تلت ساعة هنشوفها مع بعض استوت ولا لا. احنا كده ممكن نسيبها شوية كمان. هحطها ربع ساعة كمان عشان اضمن ان هي استوت خالص، ما يبقاش فيها دم خالص. تمام. هنا بعد ما سبتها ربع ساعة كمان كده ده التسوية مظبوطة جدا. هبتدي بقى اقلبها على الناحية التانية عشان اضمن ان الوش والظهر برضو استووا كويس. هي يعتبر ظهرها مستوي، بس يعني هنديها 10 دقايق كمان كده عشان نضمن ان مفيش اي حاجة فيها نية، عشان دي فراخ لازم تبقى مستوية جدا. هظبطها معاكم على 10 دقايق. مش هنكتر عن كده. تمام. هنا بعد 10 دقايق استوت خالص اهي